ناصر الشمراني. كابتن ناصر يعطيك العافيه. يبين عليك الزعل، شفتك قبل لا تجيني وانت زعلان. شنو اسباب زعلك هذا بهالطريقه؟ والله اكيد الواحد يزعل لما اكون انا متقدم وارجع. انا اعتبرها بمثابه خساره بصراحه، لما اكون انا فايز وارجع اتعادل مصيبه هذه بصراحه. مش نقول يعني باقي للجمهور، نقول كل شيء كل مباراه نعتذر، مشكله. هل تعتقد كابتن ناصر من كلامك هذا انتقاد كبير للكابتن سامي الجابر؟ مع احترامنا للكابتن سامي، هناك علامات استفهام من طريقه كلامك، هناك علامات استفهام كبيره على الكابتن سامي الجابر من خلال هذا كلام، من خلال كلامك هذا. لا الكابتن سامي ما له دخل، نتكلم عن اخطائنا احنا داخل الملعب. يعني حرام، يعني السد فاز، انا اعتبره فوز لهم انه بخطأنا بصراحه، اخطائنا احنا كلاعبين. الكابتن سامي بالعكس مدير فني وقدم كل شيء، يعني بدليل انه فريقه كان فايز وفي الاخير تعادل، يعني مشكله. طيب كابتن ناصر، انت لاعب كبير بكل امانه، هدف الهلال اللاعب كان طايح على ارضيه الملعب ومن المفترض من لاعب الهلال ان يخرج الكره، ولكن شفنا هذا الهدف يعني نقدر نقول اخلاق كره القدم. شو تقول عن هذه النقطه؟ لا ما اعتقد انه فيها شيء، لانه اللاعب اساسا كان في داخل اللعبه فجاه طاح. بالعكس الهدف صحيح وهدف شرعي، ما في ولا شيء. طيب شنو طموحاتك الكابتن في الاسيويه؟ ان شاء الله يقدم ما فيه الخير ان شاء الله. كابتن ناصر يعطيك